كل قصة نجاح كاين بدايات، تحديات وقرار كيغير كلشي. وهذه هي قصة اللاعب أنس صلاح الدين، قصة موهبة تولدت في قلب أمستردام ولكن قلبها كان ديما كيضرب للمغرب. البداية كانت في أكاديمية هولندا، المكان فيه كيتصنعوا النجوم. من فريق أزيد الكمار خطفوه ينكشف في فريق أياكس في عام 2018، وماشي أي واحد كيلعب في أياكس. هذه مدرسة خاصة عقلية، انضباط وموهبة كتجاوز العادي. بدا صلاح الدين كيسقل الموهبة ديالو، ظاهر أيسر عصري سريع تقني وعنده رجل يسرى كتحط الكرة فين بغات، ولكن باش تكون نجم خاصك تلعب مع الكبار. الفرصة الحقيقية جات مع FC Twente، إعارة اللي كانت عبارة على اختبار واش هذه الموهبة قادرة تفرض راسها في الدوري الهولندي. أنس ماشي غير ينجح، بل قنع فريق FC Twente يشري العقد ديالو بشكل دائم. هنا فين الموهبة غادي تبان للعالم كامل. زاد القفزة الكبيرة الإيطالي مع روما، ومن بعد غادي يرجع مرة أخرى للدوري الهولندي مع PSV ايندهوفن. كل خطوة كانت كتأكد أن أنس مشروع نجم كبير. أنس لعب لمنتخبات هولندا الفئات السنية، كان بطل أوروبا مع منتخب أقل من 17 سنة، كان قدامه طريق واضح مع الطواحين. ولكن في 21 أكتوبر 2025 الفيفا وافقت على الطلب اللي غادي يغير المسيرة ديالو. صلاح الدين اختار يمثل المغرب. هذا ماشي غير تغيير الجنسية الرياضية، هذا اختيار ديال القلب. من أزقة أمستردام أكبر ملاعب أوروبا وصولا لعرين أسود الأطلس. القصة ديال أنس صلاح الدين يلاه بدات، قصة ديال موهبة، عمل واختيار شجاع. والسؤال اللي كطرح دابا، شنو هي الصفحة الجاية اللي غادي يكتب عليها هذا الأسد في التاريخ؟